أنا يعني أنا كمشيرة خطاب مش هقول لك أنا لاحظت إيه، لأن أنا كنت مشغولة بحاجات تانية. لكن إيه اللي لوحظ من الحملة من حملتك؟ إن في يعني تحركات مش مريحة يعني. بس بمعنى إيه تحركات مش مريحة؟ لا، ما أنا أنت هتفضلي تقولي لي أيوة، تضغطي عايزة عليا أعرف. ومش هتاخدي مني إجابة لأني ما شفتش. يعني أنا نفسي ما شفتش، لكن اللي أنا أعرفه إن مصر، لأن أنا لما شفت الحراس الأمن قلت لهم إيه ده يا جماعة؟ قالوا لا إحنا طلبنا تحقيق بس. طيب. لكن احنا كان عندنا حاجات تانية اهم، ان انا بقى بعمل اتصالات، وانا هنا بقى عايزة اشكر المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة. ايه الدور اللي قامت بيه المملكة دعمونا. العربية السعودية اتصالات. بشكر الاتحاد الافريقي، سفير الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة، لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في فرنسا، لف معايا جولات في دول الكاريبي وامريكا اللاتينية كي يشرح ازاي ان انا مرشحه الاتحاد الافريقي والمرشحه الوحيده، ويشرح الامكانيات. رئيس المفوضيه جه قعد معانا في باريس مع الوزير سامح شكري، لقاءات مع المجموعه الافريقيه، يحث المجموعه الافريقيه ان نلتزم بالقرار، لان كان في تحسب للتسرب اللي ممكن يحصل يعني سيادة سفيرة، كل هذه الجهود لم تسفر عن اصوات في النهايه. اوكي طيب، فما احنا يعني عايزين نحلل ده. انت بتقولي لي الاخطاء، انا بقول لك ان احنا كنا متحسبين لهذا التسرب. ما هو برضه حضرتك وبذلنا الاخطاء. اكيد في خطا، اكيد ارتكبنا خطا. لا انا هقول لك على حاجه دلوقتي. لما انت بتنزلي الانتخابات، كل مرشح ليه اسلحه بيستخدمها عشان ياخد بيها الاصوات اللي هو عايزها. مدى قدرة هذه الأسلحة على جذب الأصوات هو ده السؤال. أنت بتتكلمي على استحقاق، بتتكلمي على كفاءة، بتتكلمي على وضع دولتك. في حد تاني بيستخدم أساليب تانية فخد بيها أصوات. لكي لا تتكرر هذه التجربة من جديد، لابد أن تكون معنا كل الأسلحة المشروعة. هتتكرر. أنت بتتكلمي على أساليب مشروعة هتتكرر. لكن جزء من هذه الأسلحة غير مشروع، لكن جزء منها هي علاقات دول. يعني مثلا إفريقيا جزء منها صوت للمرشحة الفرنسية لعلاقات بين هذه الدول وبين هذه المرشحة. مش بس علاقات، واستثمارات وصفقات أسلحة وحاجات كتير. الصين الأكثر استثمارا في إفريقيا، الصين الأكثر على مثل هذه الأصوات. بالظبط. ما هو ده بيديكي صورة إن الصين خدت 5 أصوات. الصين اللي عندها استثمارات كبيرة، ومن أول يوم قالوا أقوى 3 مرشحين هيبقوا الصين وفرنسا ومصر. طلع ان فعلا فرنسا ومصر، لكن مش الصين. طلع مش قصه الاستثمارات بقى. ما هو بصي، الصين لديها حجم ضخم جدا من الاستثمارات، بس طلع بدل الصين طلعت قطر. ايوه، بس انا اقصد ان في جزء له علاقه بالمال وبتربيطات احنا مش هنعملها، بس جزء اخر وهو ما نستطيع ان نقوم به له علاقه بعلاقاتنا السياسيه. هو ده اللي انت قدرتنا على التاثير على الاخر. هو ده تعبير عن قدرتك على التأثير عن الآخر. إذن هي قدرة محدودة، أصبحت محدودة. أنت بدأتي ب 11 13 15 18. احنا كنا بنطلع وبعدين تدخلت اعتبارات سياسية زي ما أنا شرحت لحضرتك، تصريحات، ضغوط على الوفود. الكلام امتى كان في ضغوط على الوفود؟ الضغوط في أي لحظة. أنا هقول لحضرتك، لما اقول لك ضغوط على الوفود، انا ما شفتش واحد جاي بيلوي دراع سفير عشان يقول له صوت، لكن بيطلع بيان في الجورنان في فرنسا يقول لك انه الصعود العربي ده خطر على المنظمه، يقول لك انه المدير عام مسلم ده خطر، ورئيس المجلس التنفيذي هيبقى مسلم. كانت ايران مترشحه لرئاسه المجلس التنفيذي، ورئيس المؤتمر العام مسلم. يا سلام، ده المسلمين هيهاجموا اليونسكو، هتحصل كارثه. طب ما هو قبل كده عمر ما مسلم وصل لليونسكو، واليونسكو عنده مشاكل وما زال يعاني. واليونسكو النهارده ما فيهوش فلوس. ويعني انا بقول لك بمنتهى الامانه، انا اكتر حاجه كانت قلقاني، انا لو كسبت هذا المنصب، وده ما كانش بعيد علينا. انا قلت لك لما احنا تعادلنا مع فرنسا، لو انا كنت خدت صوت واحد برضو اكتر من فرنسا كنت هاخده. اكتر حاجه كانت قلقاني
انا هحل الازمه الماليه بتاعت اليونسكو ازاي، هحل مشكله التسييس والانهيار في اداء الدور الاساسي للمنظمه بسبب التسييس، كنت هحلها ازاي. الصوت الواحد اللي راح مننا كان صوت عربي ولا افريقي ولا اوروبي؟ هي مش هتفرق معاكي. لا ليه؟ هتفرق، ان دي انا مش معلومه هقول لك مهمة. يعني، انا لو قعدت معاكي هنا لبكره مش هقول لك ليه، لان انا مش عايزه اعمل ازمه سياسيه مع دوله بدون داعي. عندنا عدد من احنا عارفين عندنا عدد من الدول العربيه لم ترشح المرشحه المصريه. عندنا المغرب طبعا ايدت المرشحه الفرنسيه، الكويت ايدت المرشح القطري. ده برضو من الاخطاء اللي انا شفتها في الاعلام. هل ده غير صحيح؟ اتكتبت مقالات كتير في الاعلام الحقيقه والاسامي كبيره، بس ما عملوش دراسه. يعني لما حد يقول الكويت ما صوتتش، الكويت مش عضوة في المجلس التنفيذي أصلا، ما صوتتش. فأنا شفت مقالات كتير، طبعا الناس زعلانة إن إحنا ما كسبناش، لكن أنا بقول إحنا ما خسرناش، إحنا عملنا أداء مشرف بشهادة الجميع، بشهادة المنافسين. وبعدين أنا بقول لك لو أنا هكسب وأمريكا بتعلن